أنا متجوز وعندي بنت. مراتي كانت مخطوبة لواحد قبلي. حصل بينهم شوية تجاوزات كده واللي حكرته هو كان مسجلها فيديو بموبايله. وبعد شوية مشاكل مع الأهل سابوا بعض وهو سافر. بعد كده أنا وهي اتعرفنا على بعض وحبيتها وخطبتها. ولما خطيبها الأولاني عرف ابتدى يبعتلي الفيديوهات دي ويهدد بفضايح. طبعا كان مفروض أسيبها، خصوصا وإن هي اللي طلبت كده، لكن أنا وقفت جنبها لحد ما الموضوع ما عدى. فترة الخطوبة حسستني قد إيه هي إنسانة طيبة وساذجة، وقلت لها أنا هكمل معاكي المشوار وهتجوزك. بس المشاهد اللي شفتها من آن لآخر بتطاردني في أحلامي، وأنا الحقيقة مش عارف أنا لسه محتفظ بالفيديوهات دي لغاية دلوقتي ليه. ساعات بحس إن أنا متضايق ومخنوق وعايز أهد الدنيا على دماغها. بتعصب عليها كتير جدا، وهي بصراحة غلبانة وبتتحمل. وده بقى اللي بيخليني أرجع وأندم، لكن برضو أنا مش قادر أنسى ماضيها. وساعات بفكر أريح دماغي وأطلقها، ومش عارف أعمل إيه. أنا مش عارفة يعني تطلقها ليه؟ هي كانت مخطوبة وغلطت. غلطت إن هي تسرعت وأمنت لراجل هو لسه مش جوزها. لكن العلاقة دي كمان كانت بمعرفة أهلها، هي كانت خطوبة. وواضح إن الخطيب ده كان يستحق إنهم يسيبوه. واضح إنه بني آدم واطي جدا، لأنه بدأ كمان يهددها بالفيديوهات اللي هي أمنته عليها. والموضوع كان واضح وأهلها عارفينه، وهي كانت زعلانة. وانت بتقول إن مراتي طيبة وغلبانة وإن الراجل ده هو الراجل وحش، وقالت لك سيبني. قلت لها لأ، أنا عاوز أتجوزك. أنا احترمتك جدا على فكرة وأنا بسمع رسالة، بس بعد شوية فوجئت إنك بتقول إني مش قادر أنسى ماضيها. أولا أنت عارف من الأول، ثانيا هو ما طلعتش في مجلات بورنو يعني قلعة. ده الست كانت مخطوبة لحد وتصرفت ب... بسذاجة، بغباء، بأي حاجة يعني، وغلطت وأهلها عارفين وانت عارف وسامحت. ومحتفظ بالفيديوهات معاك ليه؟ عشان تضايق نفسك؟ جاي تقولي النهارده اطلقها ولا لا؟ ما كنتش اتجوزتها اصلا، كنت اتجوزت واحد تاني ممكن قوي يقبل اللي انت مش قابله النهارده. على الاقل دي ست واضحه ومعروف ايه اللي حصل في حياتها وهي قالته. بتقول النهارده اطلقها ولا لا؟ هو لو ده تفكيرك الحقيقه يبقى الله يكون في عونها. هي غلطت ودفعت الثمن، بس مش هتعيش عمرها كله تدفع ثمن بني ادم شكاك على حاجه وافق عليها ومش من حقه يشك. انا ده رايي. معانا رساله صوتيه. أنا زوجتي توفت وهي بتولد بنتي، وهنا بدأت مشكلتي. صديقتها كانت مهتمة بيا وببنتي جدا، وكانت معانا على طول. وبعد شهرين من وفاة زوجتي قررت أتجوزها، وفي ليلة الدخلة اكتشفت كارثة خلتني انهار. اعترفت لي إنها كانت مرتبطة بواحد، وإنهم كانوا متفقين على الجواز، وإنها حامل منه، بس هو توفى. أنا اتصدمت وكنت هطلقها لأنها ما قالتش من الأول، بس رجعت فكرت وقررت إن أسطر عليها، وحاولت التمس لها العذر وأتعامل معاها عادي، لكن ما بقتش بثق فيها، وفكرة إن ليها ماضي دي هتجنني. فكرت كتير انفصل عنها، بس متردد عشان بنتي. قوليلي أعمل إيه؟ تعمل ايه في ايه؟ جحا اولى بلحم طوره يعني. هي حامل من واحد مش منك. الولد ده هيجي ولا البنت انت مش ابوه. الست دي مش امينه معاك، استغلت انك انت لسه طالع برضه من وفاه مراتك. انت استعجلت قوي كمان يعني. واول ما قلت اتجوز قالت لك اوكي،
وجا بقى ضميرها صحي يوم فرحها او يوم دخلتها عشان تقول لك ان انا حامل من حد تاني وان انا كان ايه الكلام ده؟ وهي دي اللي انت هتأمنها على تربية بنتك؟ هي مش دي جايه تربي البنت؟ بتربي بنت ايه؟ حتى لو غلطت دي ما عندهاش حتى اي اثكس او مبادئ انها تكون صريحه وواضحه. اللي انا هطلبه منك حاجه واحده بس، انك تخلص القصه من غير ما تسوق سمعتها، ولازم يكون بدري عشان الحقيقه بطنها ما تبانش بقى، ويبقى البيبي ده عشان كانت متجوزاك فانت ابوه، وهتخش في مشاكل كتير قوي. لا ما تكملش. بنتك كمان تستحق انها تكون على ايد زوجة اكثر صفاء ورقي من مراتك. عندنا رسالة بتقول، لا دي رسالة صوتية، اتفضل. أنا خاطب، وخطيبتي اعترفت لي إنها مش بنت، وإنها كانت على علاقة بواحد حبته وضحك عليها. بعد ما حصل بينهم علاقة أكتر من مرة اتخلى عنها وسابها. أنا قعدت فترة مش بكلمها عشان أفكر هل أنا فعلا عايز أكمل ولا أفركش الخطوبة، وهي كانت هتتجنن الفترة دي، وقررت في الآخر أسامحها وأكمل معاها علشان أستر عليها. لكن أنا فعلا مش قادر أنسى وبشك فيها طول الوقت. لو خرجت أو تليفونها رن، أي حاجة بتحصل بحس إنها مش مظبوطة، وعايش على طول في قلق، وكل شوية أتخانق معاها ومش عارف أكمل معاها ولا أسيبها. إيه رأي حضرتك؟ انا بس عايزة اعرف كلمة ضحك عليها دي. ضحك عليها دي كنا بنتفرج عليها من ايام افلام زكي رستم وفاتن حمام. هو لغاية النهاردة في بنات بيضحك عليها؟ هو لغاية النهاردة مش عارفين نربي البنات ان ما يضحكش عليها؟ يعني ايه ضحك عليها؟ ما ده برضو يعني منطق مش مقبول. لو في تربية مش بس دينية وعادات وتقاليد وأصول تمنعها من ده، فكرة إن حد يضحك عليها دي هتبقى صعبة قوي. وبعدين هو ضحك عليها، وبعدين هي بقى إيه جاية تقول له هو ضحك عليا، فأنا بقول لك من دلوقتي عشان ما بقاش ضحكت أنا عليك، توافق أو ما توافقش. انا ما اقدرش اقول لك توافق ولا ما توافقش، لان انا ما اعرفش ايه مزاياها التانية. ما اقدرش اقول لك انها انسانة وحشة، لكن كمان ما اقدرش اقول لك طالما مجرد ان السؤال ده جه في راسك وقلت انا هقدر انسى ولا لا، ارحمها وارحم نفسك وابعد عن الجوازة دي. لان طالما التفكير ده جه جوه دماغك فهي استحالة انك هتنسى، وملوش لازمة، مفيش داعي.